وهسي الكيماوي ده هتبدأ بتين؟ والله ما عارف يا ولد الحاج. بعدين الكيماوي ده جوا الجسم حار شديد، وانا منيا دي ما بتحمل فيها شيء يا اخي. لا يا صاحبي انا عارف ان الموضوع ده حر، لكن انت ما عندك حل يا صاحبي. ده كلكم الكيماوي ذاته قروشه ما هينا. في دي ما تشيلها من همك، انا عندي مليار ويعتبر حقك يا صاحبي. ترى غيرك ولد الحاج منيا دي كان ماتت. يا زول استغفر الله، استهدى بالله، البنت دي هتتعالج وهتبقى كويسه يا مان. الدكتور قال السرطان ده في مراحله الأخيرة، والمرض ده يا ولد الحاج لما يكون في مراحله الأخيرة الزول ما بيدعاني. ما اقدر اقول لك كلام، الدكتور يقول وانت تقول ورب العالمين فوق بيقول، صدقني البنت هتبقى كويسه. انا كلمتك. أنا الدنيا داري مني شنو يا زول؟ يا أخي أنا زول بصلي وبخاف ربنا وما عندي أي حاجة بعمل غلط في الحياة. سمر ماتت قلت ده قدر، والحمد لله على كل شيء راضي. البركة في منيا شايلة ريحتها ودمها وبتذكرني بها. هسه الدنيا دي دايرة تيجي تشيل مني منيا كده ما كتير. استغفر يا صاحبي واستهدى بالله، استغفر. يا أخي أنا منيا دي لو ورثتها نملة سام أنا ممكن أبيد النمل ده كله. يا سمر يا أخي ليه؟ يا أخي أنا كم مرة قلت لك لو ودي البنت دي الدكتور ها طلع عندها سرطان في راسها وفي مراحله الأخيرة. سمر، سمر الله يرحمها يا صاحبي، سمر الله يرحمها. انا ماشي على البيت كده وبعدين يلا.